أكيد نبدأ بالأخضر. هو فريق الضيف. فريق الأخضر مر بتقلبات في هذا الموسم، لكن في مرحلة السداسي ما بداش بالصورة المطلوبة، لكن في آخر مباريات بدأ يسترجع في إمكانياته. يعني حتى المدرب بدأ يعرف الدوري الليبي. رضا بندريس يعني مدرب جزائري محترم جدا، تخلي ليبي يعني متأخر قبل السداسي بفترة بسيطة، لكن تحس أن البصمة متاعها مع المباريات بدأت تبان، خاصة من الناحية الهجومية، من ناحية التوازن بين الدفاع والهجوم. تحس أن فريق الأخضر فريق محترم جدا. حتى المباريات الأخيرة يعني فريق الأخضر مع أنه كان فاقد الشوط الأول أمام الصداقة 2-0، لكن تحس أن بصمة المدرب الشوط الثاني بانت. وكان لو كان بعد الهدف الثاني تعادل طمع شوية نوعا ما، كان ممكن يحس حتى يسجل الهدف الثالث. تحس اللاعبين يعني في لاعبين يعني بانوا في مرحلة السداسي هذا مع المدرب، أعطيهم الأريحية في الناحية الهجومية، في ناحية المساندة الهجوم، خاصة مثلا زي اللاعب فرج غيضان، تشوفه يقدم في أفضل مستوياته. أعتقد أن الموسم هذا ممكن أعاد اكتشاف نفسه فرج غيضان من الناحية الهجومية، من ناحية تكملة الهجومية الهجمات والدور الدفاعي. أول مرة نشوف أن فرج غيضان من نوعية اللاعبين الكواليتي نتاعه ما يحبش يولي يدافع، لكن مع المدرب رضا دريس تحس يدير في ادواره الدفاعيه ويدير في ادواره الهجوميه. كيف رايت شكل فريق الاخضر بطريقه 3-5-2 او 3-4-3 بعكس ما كنا متعودين على فريق الاخضر يلعب بالطريقه 4-2-3-1 كابتن؟ صحيح. هو معناها اعتقد ان رضا بن دريس قري فريق الهلال وعرف ان قوه فريق الهلال في العز ومريمي، اللي تقريبا شوط كامل شل حركته، ممكن كرة وحيدة قدر يفلت المدافعين. وفي الأطراف يعني اللي هو ما يكون مرة طلحة رزق، واليوم الطنجي أعتقد مصاب ما يلعبش، ماناكش في القائمة. فاليوم عندك بن عبدي وعندك الزليطني، يحيى زليطني، وهنا يعني رقم 10 يعني خلف عز المريم. صح عليك. الثلاثة ما شلوا حركتهم، وقعد حتى كيستا اللي هو معناها اللي يميل معناها الادوار الهجوميه. اليوم شفناه ادوار دفاعيه بحته، والدليل ذاك تحصل حتى على بطاقه صفراء في الشوط الاول. وزيد معناها حتى فرج غيضان اليوم يقوم بادوار دفاعيه. اري بابل في كوره معناها شفناه بحضر طيبه جهه الركنيه يساند في زملائه. فاعتقد ان انا زي ما قلت لك اليوم فريق الاخضر فكر في نتيجه المباراه، ما بيش يخسر المباراه. واعتقد انه هو لو يتحصل على نقطه في ملعب بنغازي اليوم من الهلال ويوصل 9 نقاط، اعتقد هي شيء مش سلبي. فاليوم معناها الفريق الاخضر ركز في ادوار قراءة المباراة. اعتقد ان رضا بن دريس انه ما يقبلش هدف مع فريق يعتمد على الزخم الهجومي في المباريات الماضية.